اعتقد دلوقتي يعني زي ما الناس كلها بتقول العالم بقى قرية صغيرة. لو انت خبرات بره مصر او ممكن يكون بره مصر الموضوع فيه مثلا structured بروجرام للتدريب وحاجات واضحة والناس بتبقى التراك بتاعها واضح. لكن الحاجة المميزة اللي نقلها دكتور مجدي يعقوب في مركز أسوان او في مصر هو انه نقل الفكرة، والناس كل الناس اللي موجودين عندهم الحماس، بالذات هو اختار الاجيال الصغيره عندهم الحماس ان هم يتعلموا ويتدربوا. احنا بنشوف دايما كل الدكاتره المصريين بيخرجوا بره مصر يبقوا واو، كلهم اكسبرت، كلهم شاطرين، كلهم كرييتيف. هو انت عاوز انفايرمنت، عاوز بيئه تخليك تقدر تبدع وتقدر تطلع الحاجات اللي تساعد بيها العيان. هو ده يعني ده اللي خلى لما دكتور مجدي نقل التجربة هنا واستثمر في عقول الناس الصغيرة وفي حماسهم وفي طاقتهم، فخلى انه لا بالعكس احنا دلوقتي بنضاهي الخبرات الأجنبية